ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ وحشتوني. الفيديو بتاعنا النهارده بناء على طلباتكم، وطلباتكم طبعا اوامر. طلبتوا مني ان انا اعمل لكم الاقراص بتاعه السمسم والحمص طبعا، وانا ما اقدرش ان انا ارفض لكم طلب. شايفين الاقراص قد ايه جميله وهشه، وفي نفس الوقت بتقطم معانا مش معضمه. شايفين بتتكسر معانا بكل سهوله. طيب عملنا الاقراص القمر دي ازاي وايه المكونات بتاعتها؟ مكوناتها بسيطه جدا، موجوده عندنا في كل بيت، ما فيهاش اي تكلفه، بس اهم حاجه نتبع التكنيك. قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا ما ننساش نسمي ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو بتشوفيني من على الفيس ما تنسيش تعملي متابعه للصفحه وشير ولايك للفيديو. ولو بتشوفيني من على اليوتيوب ما تنسيش تعملي الاشتراك للقناه وفعلي زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. وتعالوا بقى ندخل على الفيديو القمر بتاعنا ونشوف عملنا الاقراص بتاعت السمسم والحمص. وكمان لو عايزه تعملي فول عادي مفيش مشكله، اعملي فول طبعا على حسب الموجود عندك وعلى حسب اللي بتحبيه. تعالوا نشوف عملنا الاقراص الجميله الهشه القمر اللي قدامنا دي ازاي. اول خطوه هنعملها هنجيب حله، والحله لازم تبقى غويطه شويه. بننزل بكوبايتين مليانين من السكر على الاخر. ولو انت بتشتغلي بالجرام الوزن بتاع السكر هيبقى 425 جرام من السكر. نزلت بالسكر في الحله، وهنعرف ليه هنستخدم الحله الغويطه. دلوقتي هبدا انزل عليهم بمعلقه كبيره مليانه بشكل هرمي جيلاتين. والجيلاتين ده يا جماعه اللي ما يعرفوش ده جيلاتين حلال، بيتباع عند العطار وهو مش غالي. تقريبا الكمية اللي انتوا شفتوها في الكيس كانت ب10 جنيه. بقلب السكر مع الجيلاتين، وده طبعا علشان لو نزلت بالمية على الجيلاتين قبل ما اقلب الجيلاتين هيكلكع معايا. بعد ما قلبت السكر مع الجيلاتين هبدأ اضيف عليهم كوباية مليانة على اخرها من المية، وببدأ ان انا اقلب المكونات كويس لحد ما احس ان الجيلاتين والسكر بدأوا يدوبوا ولو بنسبة 50%. بنقلب بالشكل اللي احنا شايفينه كده. في المرحلة دي طبعا احنا بندوب السكر مع الجيلاتين. بعد كده هنبدأ ان احنا كمان نحط اضافة. عندي هنا ماء ورد، وطبعا معروفة حلويات المولد بالنكهة بتاعت مية الورد. ببدأ اضيف معلقتين كبار مليانين من مية الورد. لو انت مش بتحبي نكهة مية الورد او مش موجودة عندك ضيفي نص معلقة صغيرة من الفانيليا. باخد الخليط بتاعي بالشكل ده وابدا ان انا ارفعه على النار، وبفضل ان انا اقلب فيه باستمرار. النار بتاعتك لازم تبقى نار متوسطه، ما ينفعش تشتغلي على نار عاليه ولا نار هاديه جدا، تشتغلي على نار متوسطه. الخليط طبعا زي ما احنا شايفين بدا يغلي، ومجرد ما بيغلي الخليط ببدا اضيف عليه عصير نص ليمونه صغيره. ما تكتريش في الليمون علشان الحلاوه بتاعتك متبقاش مززه ويبقى طعم الليمون باين فيها. بنفضل نقلب بالمضرب بالشكل اللي احنا شايفينه او بمعلقه زي ما انت حابه. شايفين طبعا الخليط هنا علشان الجيلاتين بيبقى عامل زي الحليب وبيفور منك، وانا علشان كده في اول الفيديو قلتلك استخدمي حله تكون غويطه علشان الخليط ممكن يفور منك بكل سهوله. بنسيب الخليط بتاعنا يغلي كده تقريبا لمده 5 دقايق، وهنبدا نعمل ليه اختبار. الاختبار بتاع الحلاوه بتاعتنا او العقد بتاع الحلاوه. شايفين برفع اتعملت معايا نقطة صغيرة كده على طرف المعلقة ووقفت، وسبتت على طرف المعلقة كده. الخليط بتاعي لسه ما استواش. هسيب الخليط كمان شوية، وهبدأ برضو بعد شوية صغيرين كده، ما بتسهيش عليه طبعا. بتعملي له اختبار تاني، بتاخدي كده جزء وتبدأي ان انت تفضيه من المعلقة. هنلاحظ ان النقطة اللي كانت صغيرة معايا طولت بالشكل اللي احنا شايفينه، وسبتت كده. الخليط بتاعنا خلاص تقريبا داخل على استواء. شايفين هنا النقطة بقت اهو اطول، شايفينه مسكت في المعلقة ما وقعتش من على المعلقة كده. خلاص العقد بتاعنا بقى مظبوط، وسوى المرحلة وسوى الحلاوة بتاعتنا بقى مظبوط. في الوقت ده هبدأ انزل كده بمعلقتين كبار من زيت البرافين. وزيت البرافين ده بيجي من عند العطار، وبرضه هو مش غالي. ولو مش موجود عندك استخدمي زيت نباتي، بس اهم حاجة تبقى نوعية نظيفة ما يبقالهوش ليه ريحة. بضيف كده اهوت معلقتين من زيت البرافين، واقلب الخليط بتاعي بالشكل اللي احنا شايفينه. طبعا شايفين السوا، انا كنت هنا بوريكم مؤكد على السوا بتاعه. في الوقت ده خلاص بعد ما وصلنا للمرحله دي هضيف نص معلقه اسفه ربع معلقه صغيره من كربونات الصودا. اوعي تضيفي كربونات الصودا قبل ما توصلي للعرق اللي احنا قلنا عليه، لان كربونات الصودا هتخلي العجين الخليط بتاعك يفك ويسيح.
تمام. شايفين بقى شكله ازاي وفار معايا بالشكل اللي احنا شايفينه كده. شايفين الخليط طبعا بفعل كربونات الصودا بياخد مجرد غلوة على النار، وابدأ ان انا اطفي عليه النار، وخلاص كده الخليط بتاعنا اول مرحلة فيه استوت فيه. بتاخدي الخليط اللي احنا عملناه، شايفين القوام بتاعه والشكل بتاعه، وعلى صينية او على حاجة واسعة ستانلس، وتبدأي ان انت تفضي الخليط اللي عندك بالشكل ده. طبعا هو لسه سخن. دلوقتي في المرحلة دي لازم تقلبي فيه باستمرار علشان تنشطي الجيلاتين اللي موجود فيه. لازم كده تقلبي فيه يعني مش اقل من ربع ساعة او نص ساعة. كل ما بتقلبي فيه في الاول لونه بيبقى تحسي ان هو مصفر معاكي شوية، ومع التقليب هيبدأ ان هو لونه يبقى ابيض ويدخل على لون الحليب. اول مرحله اللي هي بيبقى تقريبا من ربع لنص ساعه بتفضلي تقلبي في استمرار، علشان زي ما احنا قلنا ننشط الجيلاتين اللي جوه الخليط، لان الجيلاتين لو ما تنشطش هو سخن فهيبقى كده خلاص الجيلاتين مش هينفع ان هو يتنشط. بعد مرور النص ساعه بتسيبيه وتروحي تشتغلي حاجه في المطبخ، وترجعي تقلبي فيه، تشتغلي في شويه حاجه في المطبخ وترجعي تقلبي فيه. الخليط ده علشان الكمية اللي انا عاملاها مش كتيرة قوي بياخد تقريبا معاكي ساعتين. طبعا مش تقليب باستمرار. شايفين هنا كان خلاص تقريبا بعد مرور ساعتين او ساعتين الا. شايفين طبعا اخد اللون الابيض، وفي نفس الوقت بدأ ان هو يبرد ويلم ويكون معايا عجينة بالشكل اللي احنا شايفينه كده قدامنا. اهم حاجة التقليب المستمر في اول ربع او نص ساعة. تفضلي تقلبي، واول ما بتحسي ان العجينة خلاص بتاعتك بدأت تبرد وان هي بدأت تتماسك، هتبدأي بعد كده هو ندخل في مرحلة التشكيل. شايفين العجينة بتاعتنا خلاص بدأت ان هي تتلم وتتكون عجينة زي ما احنا شايفينها كده طبعا. وخلاص اتخلصنا من كل الحرارة الموجودة فيها. دلوقتي هنبدأ نشكل. بنجيب صاج وبنفرشه كده بكيس من اكياس التلاجة، ولازم تدهنيه بالزيت، ولازم كمان تدهني ايدك بالزيت. بتاخدي كده جزء من العجينة بالحجم اللي يناسبك زي ما انت حابة، عايزاها كبيرة عايزاها صغيرة، يعني زي ما انت حابه. تبداي ان انت تاخديها وتبداي ان انت تكوريها بالشكل ده وتغطسيها في السمسم. طبعا السمسم ده يا جماعه لازم يبقى برضو معاكي دافي، ما ينفعش تشتغلي بسمسم بارد. بتبداي كده هو تغطسيها في السمسم على الجنبين بالشكل ده. بتبداي ان انت تشكلي القرص وتحاولي ان انت تعمليه بالشكل المتعارف عليه اللي بنشتريه من بره، اللي هو الشكل الدائري. ولو انت في بيتك وعايزه تعملي اي شكل طبعا براحتك. احنا بنحاول نقرب دايما فكره الجاهز، ونحاول ان احنا نقرب فكره ان احنا بنعمل الحاجه لولادنا زي اللي بتشتريها من بره، علشان ولادنا ما يفكروش او ان هم يشتروا الحاجه من بره ويقتنعوا بالحاجه اللي احنا عاملينها في البيت. لان ممكن تبقى الحاجه اللي انت عاملاها في البيت احلى واطعم من بتاعه بره، ولكن لمجرد ان الاولاد مرتبطين بشكل معين فبيبقوا متمسكين بلازم ان هم يشتروا الحاجه من بره. انا عملت اول واحد بالسمسم وكمان هعمل التاني، وطبعا انت ليكي حرية الاختيار. اهم حاجة تاخدي الفكرة وتنفذيها بقى على اللي يناسبك. ممكن تحطي فول، ممكن تحطي اي نوع من المكسرات، طبعا زي ما انت حابة. اعملي العدد اللي يناسبك. عايزة تضعفي الكمية برضو ضعفيها. هي الطريقة او المكونات بتاعة الحلاوة بتاعتنا النهاردة سهلة جدا، بس اهم حاجة تتبعي التكنيك اللي احنا اشتغلنا عليه وتمشي على الخطوات اللي احنا عملناها بالمظبوط. هتطلع معاكي باذن الله النتيجه تحفه وجميله وقمر، والطعم بجد على فكره وهمي جدا. الوصفه يا جماعه انا قبل ما بعملها وقبل ما انزلها لازم ابقى مجرباها مره واتنين وتلاته علشان اتاكد ان هي مظبوطه جدا. ما ينفعش ان انا انزل لك اي وصفه وانا ابقى مش ضامنه ان هي مظبوطه. شايفين اصلا الوصفه بتتكلم عن نفسها بشكلها، وطبعا بطريقه تقطيعها بتقول ان هي العجينه مظبوطه جدا جدا. خلصت كده كل الكمية اللي عندي. وانت بتشتغلي لو حسيتي ان العجينة معاكي ملزقة، طبعا لازم يبقى جنبك زيت تدهني ايديكي بالزيت. ولو انت لابسة كلاوز في ايديكي برضو لازم تدهنيه كويس جدا بالزيت. بخلص كل الكمية اللي عندي بالشكل اللي احنا شايفينه. وطبعا زي ما احنا شايفين الحلاوة بتاعتنا طرية جدا. هنعمل لها ايه علشان تنشف؟ هتسيبيها في الصاج اللي انت قطعتيه، هتسيبيها يوم او ممكن يوم ونص او ممكن يومين على حسب طبعا الجو عندك. بتشغلي كده عليها مروحة او تسيبيها في مكان جيد التهوية. اهم حاجة تغطيها مكان نظيف مفهوش اي حشرات. بتسيبيها لحد ما تنشف وتبقى بالشكل القمر اللي احنا شايفينه كده قدامنا. بجد وصفة جميلة، وصفة هايلة، طعمها جميل جدا. الحلاوة بجد شكلها جميل وطعمها جميل وقوامها جميل. بتيجي تكسريها بتتكسر معاكي بسهولة وبتتقطم معاكي بسهولة، ما هياش معضمة ما هياش ناشفة.
تمام. ليه؟ علشان اتبعنا المقادير الصح وفي نفس الوقت التكنيك الصح. شايفين الكسرة بتاعتها ممتازة جميلة، تحس ان هي يعني ايه مش معضمه معاكي كده اهوت، وسلسه وطعمها جميل جدا. دي وصفتي وده كان الفيديو بتاعي النهارده. اتمنى الفيديو ينال اعجابكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك والسبسكرايب، والى اللقاء.